السلام عليكم يا جماعه، معاكم عمرو النجار. بقالي 22 سنه في الاي تي، يعني تقريبا نص عمري في الحته ديت. اكتسبت خبرات كتير قوي، الحمد لله انبسطت الرحله اللي انا عايش فيها. حابب ادردش معاكم بقى عن شويه التفاصيل، الحاجات الكويسه، علشان نشارك مع بعض الاكسبيرينس بتاعتنا. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا. لو انت معاك الفانوس السحري وعايز تبيعه بس مش عارف تتكلم عنه ازاي، مش هتعرف تبيعه. لو انت معاك التنين المجنح وعايز تبيعه بس مش عارف تتكلم عليه ازاي، برضه مش هتعرف تبيعه. في عالم السيلز والمبيعات، لما بتروح تتكلم مع العميل بتاعك لازم الاول تبقى فاهم هو هيقيمك ازاي. هو بيشتري الشخص اللي جاي يبيع له المنتج، وبعدين بيقيم الشركه اللي ورا المنتج، وبعدين بيشوف المنتج ده هيشتريه ولا ما يشتروش. هنتكلم في تفاصيل كتير قوي في حته البرزنتيشن سكيلز، وازاي تعمل برزنتيشن محدش ينساها في حياته. تعالوا بقى نتكلم على اليوم اللي انت طالع تعمل فيه برزنتيشن. واليوم ده انا بشبهه كانه يوم فرحك. لازم كل تفاصيل لبسك تكون انت راضي عنها، يعني لابس كويس، حاطط برفيوم، انت مبسوط وانت رايح المكان دوت، رايح بطريقه مواصلات انت مش تعبان فيها، لانه كل العوامل دي هتخليك تعمل برزنتيشن قويه جدا. اول حاجه لازم تروح بدري. ليه تروح بدري؟ لانك انت هتتكلم مع الناس اللي هم الاودينس قبل ما يخشوا البرزنتيشن. ليه؟ خلينا كده نفكر مع بعض. لو انت رحت بدري واتكلمت مع الناس في مواضيع مختلفه، المواضيع المختلفه دي هتعمل ايه؟ هتخليك كسرت الحته بتاعت الخوف وعملت ايس بريكنج مع الاودينس. ده معناه ايه؟ ان الاودينس عرفوك وعرفتهم. وكمان ممكن تستفيد من المواقف دي، انك انت وسط البرزنتيشن وتقول كنت لسه بتكلم مع الدكتور فلان، او كنت لسه بتكلم مع المهندس فلان، كان رايه في الحته دي 1 2 3 4. هنا انت عملت ايه في البرزنتيشن؟ حسست الناس انك انت قريب منهم، انك انت بتتكلم مع ناس كتير، انك انت فاهم هم عايزين ايه، وان البرزنتيشن ديت واصله لقلوبهم. انت اول ما تعرف ميول الناس وهم عايزين ايه منك قبل البرزنتيشن، هيسهل عليك 30 40% من التوتر اللي انت هتبقى داخل بيه. خليكم متاكدين وعارفين انه تطلع على الستيج وتعمل برزنتيشن دي ليها رهبه. في ناس كتيره جدا بتخاف وما بتقدرش تعملها. هي فعلا ليها رهبه كبيره. ليه بقى؟ لان في انت قاعد قدام 200 300 واحد كلهم باصين عليك، في كاميرات، في اضواء باصه عليكم، وايه الناس كلها مستنيه الباشمهندس او الدكتور هيطلع يقول ايه. فده بيخلي الموضوع جوه عقلك وجوه قلبك في بريشر رهيب. عشان كده اول ما تروح البرزنتيشن بتاعتك بدري وتتكلم مع الناس، هتلاقي نفسك فكيت شويه. بس قبل ما تطلع البرزنتيشن بتاعتك ب5 دقايق، لازم تعمل تكنيك مهم جدا. تفصل دماغك وما تركزش غير في حاجه واحده بس. هطلع على الستيج وهعمل ايه بشكل مختلف، وازاي هحط الناس في قالب ان هي تكمل وتسمعني. لازم تظبط ضربات قلبك، اهدى خالص، اشرب ميه، ولازم يبقى كل تفاصيلك كويسه. يعني الجزمه مربوطه، البنطلون تمام، الحزام تمام، الكرافات مربوطه كويس، بحيث انك ما تطلعش على الستيج وتتوتر تحت اي بند من البنود دي اللي ممكن تحصل. على فكره بتحصل وحصلت كتير. تلاقي انه في واحد مثلا الكرافات بتاعته مش مظبوطه، فبيضطر ان هو يعدلها قدام الناس، فبيخش في مود هو عمال يزود على نفسه التوتر. وفي ناس بتضحك. يعني هديكوا اكزامبل، في ناس ممكن تكون داخله الستيج وتقوم واقعه. اللي بيقع ده بيعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا يكمل هزار مع الناس لان الناس اكيد هتضحك، او ان هو يخش في مود انه خلاص فصل. اوعى تعمل كده في نفسك. عدي المواقف، عدي المواضيع بشكل فيري سمارت. بصوا بقى على اهم حاجه في البرزنتيشن، انه اول دقيقه او دقيقتين يعدوا والناس تنبسط. دي لو حصلت انت تقريبا عديت 30 40% من يومك، لانه الجمهور اللي قاعد قدامك بيقيمك في اول دقيقه، بياخد قرار جوه دماغه، اكمل اسمع ولا كفايه كده؟ الراجل ده ما بيقولش حاجه جديده وشكله مش محضر. طيب هنعمل ايه في اول دقيقه او اول دقيقتين؟ لازم تفكر في طريقه تعمل بيها فيري سترونج اوبننج. لازم يعني ما عملتهاش ما تتوقعش ان البرزنتيشن بتاعتك ناجحه. يعني ايه ستارت بقى البرزنتيشن بطريقه فيري سترونج اوبننج؟ يعني في مجموعه من المهارات والتكنيكس اللي ممكن تستخدمها في صوره انك انت اول دقيقه الناس تتشد معاك وتاخد قرار تكمل. زي ايه؟ في ناس بتبدا البرزنتيشن بحاجه لطيفه، افيه لطيف يضحك الناس. في ناس بتعمل فاكتس صادمه علشان تخلي الناس تقول ايه ده، يا نهار ابيض، للدرجه دي؟ للدرجه دي. فيبدا ياخد الناس في اطار ان هو تعالوا بقى اسمعوا احنا ليه واصلين للمرحله دي. في ناس بتعمل برزنتيشن بشكل تاني خالص، يبدا يوريهم فيديو ريليتد باللي عايز يشرحه، والناس في الفيديوهات الحاجات اللي هي المرئيه والمسموعه بيعيروا انتباههم بشكل قوي جدا. طب ده هيوصلنا لايه؟ وصلنا كمان لانه طبيعه البرزنترز مختلفه. يعني في برزنترز او العارضين بتلاقي انه بيميل اكتر ان هو بيهزر على الستيج، فده بيرمي افيه ويبدا يهزر مع الناس وبعدين ياخد الناس في اطار البرزنتيشن بتاعته. بس خد بالك، لو انت
مش قد الهزار ما تهزرش، لان دي سلاح ذو حدين. يعني ممكن تقول افيه في الاول الناس ما تضحكش، برزنتيشن باظت. ما تعملش كده الا لو انت متمكن من الحته ديت. في ناس تانية بتبقى هايبر اكتف، بيخش على الستيج يجري وينطط يمين ويتشقلب على الحيط، هو قادر يعمل كده بشكل كويس جدا. في ناس بتطلع منهم الموضوع اوفر او الناس ما بتتقبلوش، بس هو ده بارت من الشخصيه بتاعته. مش بنقول ان نستخدم التكنيك ده، بس في بعض الاحيان بيبقى مناسب للحدث والموضوع اللي انت بتعمل له برزنتيشن، وكمان مناسب للجمهور. في بعض الناس كمان بقى من البرزنترز بيبقى لا ده دكتور جامعه او ان هو مهندس بيعمل برزنتيشن عن حاجه علميه دقيقه، فهتلاقيه بيتكلم بالمختصر المفيد بحيث انه يوصل الموضوع بشكل بسيط جدا وسريع جدا. اختار البرسوناليتي اللي تناسبك من البرزنترز، بس ما ينفعش تميكس ما بين الثلاثه مع بعض. ما ينفعش تقول انا هدي اعمل افيه الاول وبعدين ابقى هايبر اكتف في النص، وبعدين في النص الثاني من البرزنتيشن هقلب فورمال. ما ينفعش. لازم تختار طبيعه البرزنتيشن اللي تتماشى مع شخصيتك ومع الماده المعروضه. سر بقى من اسرار نجاحك في البرزنتيشن انك انت تصيغ البرزنتيشن كلها في صوره حدوته، بيسموها الستوري تيلينج. ليها سحر كبير جدا اول ما الناس ما بتسمع الحدوته وتبقى كونسيستنت، يعني متناسقه، وتبقى بتخدم الموضوع اللي انت بتعمله برزنتيشن، بتلاقي الناس ما بتنساهاش. ليه؟ لانه طالما ربطت الموضوع في اطار دراما او حدوته، الناس عمرها ما بتنسى الفكره ديت. طبيعه البشر النهارده ان هو بعد اول 5-7 دقائق في البرزنتيشن هتلاقي الناس بدات اللي باصص في موبايله، اللي بدا يخرج من القاعه، اللي بيكلم زميله جنبه، تركيزهم قل. تعمل تعمل على طول الجراب تكنيك. ده تكنيك لازم تتعلمه، بتعمله من 5-7، كل 5-7 دقائق بتعمله على طول، علشان الناس تفضل محافظ معاهم على الاتنشن بتاعهم او على اهتمامهم معاك. المهم النهارده انك تقرا شويه وتفهم ايه هي الجرافيك تكنيكس جوه البرزنتيشن، وهنشرحها في فيديوهات جايه ان شاء الله. ليها تاثير كبير جدا ما بينك وما بين الاودينس اللي قاعدين بيسمعوك. هقول لك بقى على كبسوله من الحاجات اللي انت لو عملتها في البرزنتيشن هتنجح. في حاجه اسمها ال5 اس تكنيكس، هنشرحها بعدين، بس خليني اقول لك ان هم 5 كلمات بيبداوا بحرف الاس. اول حاجه السمايل، يبقى انت بتضحك جوه البرزنتيشن او وشك مبتسم. والسايت اللي هي عينيك بتعمل حاجه اسمها سكاننج للناس بحرف زد، من اليمين للشمال، اليمين للشمال، بس حرف زد كده علشان تبقى انت كل الناس شايفه انك انت باصص لهم. وفي حاجه اسمها الستوب اللي هي اللي انت ممكن تعمل بوز. تخيل معايا كده لو انت قاعد وسط جروب من صحابك وبعدين بتقول يا جماعه انا اقول لكم على حاجه، وبعدين تسكت كده ثانيه او ثانيتين، هتلاقي الناس كلها سكتت وعايزه تسمع انت هتقول فده انت كده يجراب الاتنشن بتاع الناس. وفي بعد كده حاجه اسمها الستاند، انك انت واقف ازاي على الستيج، رجليك بتساوي كتافك، واقف ايديك عامله ازاي، مش واقف خايف، مش واقف مرتبك. اخر حاجه في الاس تكنيك اللي هي الساوند، ويكون صوتك ازاي مسموع، البيز بتاعك سريع ولا بطيء، لازم يكون الناس قادره تسمعك بشكل كويس، صوتك مش عالي، صوتك مش واطي قوي الناس مش سامعاك. دول ال5 اس تكنيك وهنتكلم عليهم في الفيديوهات اللي جايه. يا سلام بقى لو انت النهارده خليت البرزنتيشن بتاعتك انتراكتيف مع الناس اللي قدامك. طبعا مش هينفع تعملها بشكل كبير، ولكن ممكن تخلي الموضوع هات وخد ما بينك وما بين الناس. طبعا ما تعملش كده في الاول الا لما انت تتمكن من البرزنتيشن بتاعتك وتعملها على الاقل 10-20 مره. ليه؟ لانك ممكن تفاجئ بالناس بتكلمك في البرزنتيشن تخرجك بره المود، او يخرجك بره التوبيك، او يديك اوبجكشن ما تعرفش ترد عليه جوه الستيج وانت واقف قدام الناس. فما تعملهاش غير لو انت عندك سرعه بديهه ومتمكن من البرزنتيشن بتاعتك وعملتها كتير. من اهم الحاجات اللي انت بقى لازم تاخد بالك منها وانت شغال في كل الهيصه دي، تايم مانجمنت. يعني انت بدات امتى وهتعمل امتى الجرابنج، وامتى لازم تقفل البرزنتيشن بتاعتك، علشان ما تجيش في اخر 5-6 سلايدز تكتشف ان الوقت خلاص قدامك دقيقه ولا دقيقتين، فتضطر تكروت البرزنتيشن والناس مش هتبقى مبسوطه وهيعرفوا انك انت بتكروت. فما تعملش كده. حلها انك انت دايما تبراكتس البرزنتيشن وتبدا تعمل تايم مانجمنت مظبوط. اخر حاجه لازم البرزنتيشن بتاعتك يكون فيها كول تو اكشن. يعني انت عايز الناس تطلع من القاعه تعمل لو كانت البرزنتيشن بتاعتك بلا هدف، حلو، الناس قعدت واتبسطت لكن ما خرجناش بحاجه. دايما خلي البرزنتيشن بتاعتك تقفل، انت عايز الناس تفضل فاكره لك 1 2 3 حاجات بالكتير قوي، وزائد انها تطلع من القاعه تاخد اكشن. هنا البرزنتيشن بتاعتك عمر الناس ما هتنساها. يعني الناس هتقول والله دي فلانه لما طلعت عملت البرزنتيشن انا فاكرها لغايه النهارده زي ما يكون النهارده، وتكون مثلا انت عملتها او هي عملتها من 3 سنين. هي دي المهارات الاساسيه اللي هتخليك تعمل برزنتيشن في منتهى القوه. بصوا التفاصيل كتير قوي، بس اتمنى الحاجات اللي انا قلتها النهارده دي تلقى استحسانكم ويكون ليها فايده عندكم، وان شاء الله استنونا في الفيديوهات اللي جايه. اوعدكم هتلاقوا حاجات في منتهى القوه.